Versene. Kıymetli dostlar, bugün burada hastaneleri vuran, sağlık çalışanlarını öldüren, hastanede sağlık talebiyle orada bulunan kişileri öldürmekten çekinmeyen bir vahşeti, İsrail zulmünü, Siyonist zulmü kınamak için ve bu teşkilatın içinde bulunan beyaz önlüklü arkadaşlarla bir araya geldik. Hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Bir basın açıklamamız olacak. Basın açıklamamızı Türkçe, İngilizce ve Arapça size ulaştıracağız. Buradan tekrar ilan ediyoruz. Ey Dünya Sağlık Örgütü, sen ne işe giriyorsun? Ey Dünya Sağlık Örgütü, sen neden sessizliğini bozacak bunca olan bitene bir şekilde ses verecek bir eylem, bir hareket, bir gerçeklik gerçekleştiremiyorsun diyorum. Şimdi aynı basın açıklamasını Arapça olarak okumak üzere Nurhan Tarık hocamı, Doktor Nurhan Tarık hocamı buraya davet ediyorum. إلى السادة الصحفيين الأعزاء السيدات والسادة الكرام، نجتمع هنا اليوم كأطباء لندين الوحشية التي نادرا ما شهدها تاريخ البشرية على مر الآلاف من السنين. على الرغم من حدوث العديد من الحروب في تاريخ الإنسانية، إلى أن الهجوم الشامل والمخطط دون التمييز بين الأطفال والنساء والمسنين والمدنيين يمكن تنفيذه فقط من قبل من انحرفوا عن إنسانيتهم. ما يجمع بين هتلر ونتنياهو هو حجم قسوتهم، فهناك أخلاقيات في الحرب أيضا. نحن كأطباء ندين أي هجوم على المدنيين والأطفال والنساء والمسنين والأشخاص الضعفاء دون التمييز بين العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس أو الجنسية. حق الحياة مقدس ولا يمكن التنازل عنه. نحن نؤمن بحق الإنسان في الحياة أيا كانت عقيدته أو مكان إقامته، ونؤمن بأنه يجب الحفاظ على حياة كل كائن عندما يموت الناس أو يتعرضون للقتل، وعندما يكونوا مسلمين ثم يتجاهل البعض هذا، فإنهم لا يأخذون حقوق الإنسان والقيم الإنسانية على محمل الجد. نحن ضد أي نوع من أنواع الظلم والاضطهاد أينما كان. نحن كأطباء ندعو جميع المنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف فعال بحق الإنسان في الحياة، وبالخير ضد الشر، وبالرفاهية ضد الفقر، وبالتعليم ضد الجهل لجميع البشر دون تمييز أو شروط. وفي غزة اليوم يلجأ مئات الآلاف من المدنيين إلى المدارس والمستشفيات، ومع ذلك حتى المدارس والمستشفيات تتعرض للقصف المستهدف. يتم إرشاد الناس إلى مسارات الإخلاء، لكن القنابل تتساقط عليهم أثناء الإخلاء. وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن الوضع الصحي الحالي في غزة على النحو التالي: عدد الوفيات خلال 18 يوما الأخيرة تجاوز عدد الوفيات من جميع الأسباب في عام 2022. ارتفاع كبير في معدلات الوفاة نتيجة القصف. كمية استهلاك المواد الطبية في يوم واحد خلال الحرب يعادل استهلاك شهر كامل قبل الحرب. وجود حوالي 350 ألف حالة مرضية غير معدية مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان وغيرها. وجود حوالي 1000 مريض يحتاجون إلى غسيل الكلى. وجود حوالي 50 ألف امرأة حامل، ويتم متوسط 183 ولادة يوميا. وجود 130 طفلا مبتسرا يعتمدون على وحدات العناية المكثفة التي تحتاج إلى الكهرباء للبقاء على قيد الحياة. النزوح الجماعي وازدحام المأوى يؤدي إلى نقص في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما يعني أن الأمراض المعدية قد تكون في طريقها للانتشار. يعني الأشخاص الضعفاء الذي يعيشون تحت القصف والحصار من تأثير سلبي كبير على صحتهم النفسية. في منطقة غزة بالشرق الأوسط هناك نقص حاد في الوقود والكهرباء، وهذا يؤثر بشكل كبير على الوظائف الحيوية في جميع المستشفيات وقدرات الموظفين. في حالة نفاذ الوقود ستتأثر حالات الرعاية الصحية والمرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، ووحدات العناية بالمواليد حديث الولادة، وعمليات الإسعاف بشكل كبير.
أكثر من 1000 مريض يعتمدون على جلسات الغسيل الكلوي ولن يتمكنوا من تلقيها في حال نفاذ الوقود. تمنع إدخال المواد الإنسانية وخروج السكان من وإلى غزة، مما يجعل من الصعب توفير المساعدات الإنسانية. هناك نقص كبير في المواد الطبية والأدوية، بما في ذلك المحاليل والإنسولين وأدوية الأطفال حديث الولادة وأدوية التدخل الطبي العاجل أو شكت على النفاذ. هناك نقص كبير في الدم، وقد دعت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى التبرع بالدم من خارج القطاع. لا يمكن للعاملين في مجال الرعاية الصحية الوصول إلى غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الملحة للجرحى. يتم منع إخراج وإجلاء الجرحى والمرضى في غزة. تأثرت خدمات الرعاية الصحية بشكل كبير، لا يعمل 46% من المرافق الصحية في المستوى الأول، وهذه النسبة ترتفع إلى 74% في غزة و92% في شمال غزة. لا تعمل 34% من المستشفيات، أي 12 من أصل 35. معدل الامتلاء في مستشفى الشفاء وصل إلى 147%، مما يضع ضغطاً على الموظفين ويعرض أمان المرضى الجدد للخطر. توقف 55% من المرافق الصحية عن العمل وتقليل أنشطتهم بسبب التهديد. هناك أضرار بنية تحتية تكونت بشكل كبير تعيق الحركة. الاحتلال الصهيوني يصدر أوامر إخلاء تؤثر على شمال قطاع غزة. لا يمكن تنفيذ أوامر الإخلاء وتهديد حياة أكثر من 2000 مريض، وخاصة المرضى في المستشفيات. من المتوقع أن يكون هناك نحو 1400 شخص محاصر تحت الأنقاض. يتعذر تقديم المساعدة الطبية الأولوية. الأنظمة الاعتيادية للمراقبة لا تعمل حالياً، مما يعيق الكشف والتحليل والتدخل الفعال. نحن كأطباء ندعو منظمة الصحة العالمية للتحرك بشكل أكثر فعالية أمام هذه المأساة الإنسانية. نحن نطالب برفع أصواتنا ضد الذين يعتبرون القتل شيئاً جيداً، ونندد بأن المساعدات التي تم إرسالها تمنع من الوصول إلى الأطفال الرضع والمسنين والنساء الحوامل والجرحى بواسطة الكيان الصهيوني. يومياً يموت المدنيون. اليوم نحن كأطباء نجتمع منصة التضامن مع الفلسطينيين في أنقرة لنذكر بأنه إذا لم يتم التدخل بسرعة في وجه هذه المجازر التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية والتي لم يقم لها العالم بأكمله، سيفقد القسم الذي أديناه بيمينه بكرات معناه منذ اليوم الذي دخلنا فيه مهنة الطب. عندما نبقى صامتين أمام هذه المجازر، كيف يمكننا أن نطلب من الأطباء أن يؤدوا القسم الذي يمنعهم من السماح بأي تمييز بين مرضاهم بغض النظر عن العمر أو المرض أو الإعاقة أو الديانة أو العرق أو الجنس أو الجنسية؟ الأشخاص الذين يعانون تحت القصف ليسوا فقط من سكان غزة، بل هم مستقبلنا أيضاً.